أنا فرحانة أنه الجيش الإسرائيلي بمساعدة المخابرات الإسرائيلية والقوات الخاصة تم إنقاذ 4 من المخطوفين اللي انخطفوا من يوم 7/10/2023، ومن ضمنهم كانت فتاة شفناها بالصور اللي كانت خطفوها هي وخطيبها، وكانت على الموتورسيكل خاطفيها هذول الشلاتية جماعة حماس. فأقول شكرا يا رب، وأنا كلش فرحانة، وهاي بداية الخير والجاي أحلى، وعمليات مثل هاي نريد نشوف أكثر وأكثر يا رب. وشكرت الرب اليوم وحمدته وسجدت سجدة شكر للرب. وأنا بنتي اليوم بدها تتخرج، تتخلص إعدادية، فصارت الفرحة فرحتين. قعدت الصبح سمعت هذا الخبر، فيعني هسه أنا كلش فرحانة وأشكر ربنا. على فكرة أنا كنت مسلمة وتركت الإسلام بسبب هي هاي الفظاعات التي ترتكب، لأن الإسلام يحث عليها. وأني أعتذر لإسرائيل عن كل الأشياء اللي المسلمين سووها ودا يسووها وراح يسووها، بس يعني هاي شو نسوي، هذا الشر هو هيجي يجي يلبس ثياب الحملان ويسوي نفسه على أساس هو شريف. فشكرا مرة ثانية يا إسرائيل اللي دا تعانين بسبب هذول المحيطين بيك الأشرار، ومنصورة يا إسرائيل، وعلمك مرفوع عالي. وأنا من أصلا من العراق، وأتمنى في يوم من الأيام أنه العراق تكون تحت حكم إسرائيل ويرفع عليها العلم الإسرائيلي حتى نشم نفسنا ويسوي يصير براسنا خير. آمين يا رب، آمين. ونخلص من إيران وشكولات هذول أهل العمامة. وعلى فكرة ومبروك همين على وفاة هذا، موتة هذا شو اسمه، هذا أبو عمامة الرئيس مال إيران، نسيت اسمه، رئيسي. أي هم زين ما تخلصنا منه، هذا واحدة من الشياطين مات. يلا مبروك مبروك، والجاي أحلى. آمين.